كلنا فاكرين الماتش ده عشان هو ما ينفعش يتنسي، مش عشان حلو، لا عشان موجع. الاهلي راح جنوب افريقيا هو متصدر مجموعته، رجع منها يا عيني وهو بيدور على نفسه. فريق مفكك، مساحات مفتوحه، حارس مجاش، الدفاع سايب الكره للخصم كانهم بيقولوا اتفضلوا هاتوا جون. صن داونز دخلوا باكبر طموحاتهم، بس ولا واحد فيهم كان يتخيل ان الماتش ممكن يخلص 5. ده ما كانش ماتش، دي كانت ورشة صيانة، وكل لاعب اهلاوي فيها محتاج يتعمل له سيرفيس كامل. قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكة، قول لهم يا صخرة، قول لهم يا عماد يا متعب، قول لهم يا شادي محمد، قول لهم يا احمد يا شوبير، قول لهم يا حسام غالي، قول لهم اسم النادي الاهلي كبير وعيب هذا الكلام وعيب عليكم هذه المباراة. الماتش رقم 9، البرازيل والمانيا 7-1 لألمانيا في قبل نهائي كاس العالم 2014. كارثة كروية كاملة الأركان. البرازيل على أرضها وفي وسط جمهورها وفي نص نهائي كاس العالم، وفجأة الماتش يتحول لعرض عسكري ألماني. 5 أهداف في 29 دقيقة. يعني كنت مجرد ما تقوم تجيب كوباية الشاي ترجع تلاقي النتيجة 4-0 مثلا. اللعيبة البرازيليين كانت تايهة جدا، ما كانوش عارفين الكرة دي أصلا بتتلعب ازاي. ده حتى الجمهور الألماني نفسه كان محرج من اللي بيحصل. الفرق بين البرازيل وألمانيا في الماتش ده كان زي اللي جاي يخلص شغل واللي جايين يتصوروا سيلفي بعد الشغل ويروحوا.